اخرهم شاشه عرض. يعني هم ما عرفوش الفكرة في يعملوا اي حاجة حاجه. الفكرة في حاجة يا فندم. اتفضل. الفكرة ان هم بيجيبوا الناس الغلابة اللي ظروفها على قد حالها ودنيتها مش مظبوطة، وبيبتدوا يدوا الناس دي فلوس ويلعبوا بفكرها، ويبتدوا بقى يشتغلوا على الحتة دي. اما انت هم ما عندهمش الجرأة اصلا انه يظهروا. يواجهوا صح. اي حاجة في الدولة، يعني فاهمة؟ صح. صح. هما، ما انا بقول اه، لحضرتك، هما اخرهم شاشة عرض. يعني هما ما عرفوش ينزلوا اخرهم كده يحطوا فلاشة يدوها الواد غلبان. اخرهم، ده اه. اخرهم. شاشة عرض في ايه؟ في شارع العشرين، يعني في شارع فيصل، يعني شاشة عرض مثلا تلفزيون ولا حاجة يعني. يعني عادي. بس اقول لك على حاجة كويس جدا اللي حصل كده امبارح، علشان فيصل كانت محتاجة الموضوع دوت، عشان اللي فيها يتلموا شوية. والله انا بناشد والله المسؤولين ان الجماعه دولت بصراحه ايه. يا استاذ 100 مليون منوره، استاذه نبيهه واستاذه نور ازي منوره. حضرتك؟ كلنا يا ازاي؟ خالد لازم، اوعى، لازم نفكر الشعب المصري في فضايح الاخوان واللي عملوه، واللي عملوه في بلدنا، واللي عملوه في ولادنا، واللي عملوه في شعبنا. وصمة وال... عار في جبين مصر. استاذة نور، ازاي حضرتك يا استاذة نور؟ كلنا نكتب تحيا مصر، منورين تحيا يا مصر، جماعة. تحيا مصر. الحمد اهلا لله. وهنفضل وسهلا. كل شوية نفكركم، وانا عايزة اقول لكم على وهنفضل حاجة كل مش شوية عارفة، هنطلع نفكركم. لصاحبتي يعني، لصاحبتي يا جماعة. اتفضلي يا استاذة نور. بص، هو يا جماعة عايزين نفتكر بس حاجة كده، ان الناس دي ما بتحبش نصر اكتوبر. تمام. اللي هو النصر اللي احنا رجعنا بيه ارضنا. ايوه. ما ارضنا. بيحبوش يحتفلوا بيه. ارضنا افتكروا دي بس وعرضنا. كويس قوي يعني. اوعوا تنسوا. اوعوا ايوه. تنسوا. اوعوا تنسوا لما كانوا يا هتتقال. فندم الغلبان مش حاسس بده. يعني ايوه. لما تيجي تكلميه على عاصمه اداريه يقول لك انا اعرف عنها ايه، ما يعرفش ان ابنه ممكن في يوم من الايام يبقى يشتغل حاجه هناك. كويسه، يوصل ايوه. لمنصب كويس، يوصل لحاجه في العاصمه، ما يعرفش الكلام ده. واجب صح. علينا بقى نفهم الناس دي ونوعي الناس دي ان ما مش مدركه باي حاجه ومش فاهمه اي حاجه. كل الناس اللي وراهم هي اللي سايقاهم لكده. صح. مفيش. وطبعا ايه يعني السوشيال ميديا بالصلاة على النبي. يعني لو حد ما عرفش حصل له ايه، تلاقي الدنيا قامت ما انا عادتش. عايزه اقول لك اللي قناه رصد وبقينا ايه امبارح. بنفخم قوي في قناه الترندات رصد اللي هي التافهه اللي امبارح. ملهاش عازه. ايوه. شفت قناه رصد امبارح؟ يعني قناه رصد اول ما الخبر نزل على اكس، عايزه اقول لك كميه الاشاعات اللي بعتتها، ودي. ده انا عشان كده الطبيعي نزلت يا فندم، ده فيديوهات بالليل. الطبيعي يا بالظبط. فندم. اخوان كانوا بياكلوهم يا خالد، الاخوان لا، كانوا بينزلوا بيلفوا الشوارع ويدوهم اكل يا خالد عشان يشتروا اصواتهم. بقول لك يا كانوا استاذ بيشتروا خالد، اصواتهم. دلوقتي العملية كلها تتمحور في حاجة واحدة، انهم يهبطوا معنوياتنا. بالعكس، ولا انا هتزيد لا وتزيد. لا هبطوهم يا لا لا ماما لا، نبيها في بص يا، الشوارع كلها. لا لا، ده طبعا مش هيحصل. الشعب المصري شعب واعي، والدليل بكده كل شويه جماعه الاخوان الارهابيه تطلع 12 12 15 7 3، كل ده الشعب المصري لا يلتفت بالهبل بتاعهم ده يعني. فهم يعني زي ما بيقولوا كده القافله تسير والكلاب تعوي، فهم بيعوا ومفيش في ايدهم حاجه ولا هيعرفوا يعملوا حاجه، لان الشعب المصري شعب واعي. اما هم جماعه الاخوان الارهابيه هتفضلوا في مزبله التاريخ يعني. ده كانوا، بص يا استاذ خالد، اغتصاب بناتنا في رابعه. كانوا بيدبحوا ولادنا الضباط، وكانوا بيحللوا لنفسهم كل حاجه. اوعوا تنسوا يا شعب يا مصري افتكروا دي عرضنا. بس كويس قوي يعني. اوعوا تنسوا. اوعوا ايوه. تنسوا. اوعوا تنسوا لما كانوا بيلبسوا التماثيل طرح ويكسروها ويقولوا حرام. تاريخنا. تاريخنا. كانوا بيحرمونا، يعني بيحرموا علينا لقمتنا اللي كنا بناكلها بكلمة الحرام والحلال. اوعوا تنسوا. كانوا بيقتلوا اولادنا، بيرموا اولادنا من فوق السطوح. فيديوهات عندكم، افتكروا. في اسكندرية. افتكروا. ما عندهمش عزيز ولا غالي. اوعوا تنسوا خيانة الاخوان للشعب المصري لما كانوا عايزين يبيعوا سينا للدواعش. اوعوا تنسوا احمد المنسي. اوعوا تنسوا يا وكرداسة مصريين. والنهضة.
شوفي الراجل العجوز ده اللي ما عندوش دم ده ده. عملت له كاتم. يعني ده ايه يعني ده؟ راجل يعني زي ما بيقولوا راجل كبير وعايب، يعني مش عارف، يعني راجل ممكن. المفروض يعني حاجة شيء سيء والله. اللي بنحب بلدنا وبنحب رئيسنا عبد الفتاح السيسي. احنا الشعب. احنا وقفنا ضد الاخوان، ووقفنا قصاد الاخوان وما خفناش. نزلنا، بص، كنا ما بنروحش بيوتنا يا خالد، كنا قاعدين في ميدان اه التحرير. استاذة 100 مليون. عايزاكي تهدي شوية عشان قلبك دقاته سامعاه من هنا. الحماس الجامد ما يستاهلوش. ايوه، المهم احنا عايزين بلدنا الوش بلدنا الجميل ده دايما يضحك. في واحد على الشات يا بلدنا. استاذة 100 مليون، في واحد على الشات اسمه ابو حمزة المصري، وتقريبا لابس نقاب. انت لابس نقاب زي المرشد يا استاذ ابو حمزة ولا ايه؟ استاذ خالد، وحضرتك، انت واستاذه نور معاكوا لا انا بساله بس، ابو حمزه لابس النقاب باقتناع ولا بغير اقتناع؟ يعني حضرتك ابو حمزه يعني لبست النقاب ده باقتناع ولا والدك ووالدتك اجبروك؟ بصراحه ما تتكسفش يا يعني. استاذ خالد، اديهم بالشباشب ولا يهمك. عارفين ديتهم، كلهم منقبين، كلهم ده اتنقبوا هو على يا فكره خالد المرشد عشان بتاعكم، يهربوا. المرشد بتاعكم اتنقب ابو حمزه برضه كان ممسوك لابس